يا مساء الفل، ازيكم؟ مساكوا سكر، مساكوا عسل، مساكوا كل حاجة جميلة. قبل أي كلام نصلي على رسول الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وبارك لنا فيه. وتعالوا نسمع مشكلة النهاردة. المشكلة دي أنا يعني وأنا بقراها قعدت أضحك وقلت والله ده أنت مرزق. العريس ده مرزق يا جماعة. في مثل بيقول لك إيه إيه مش عارفة، الفقي لما يسعد يجي له سهرتين في ليلة واحدة. العريس ده جاله عروستين في ليلة واحدة. نسمع بقى المشكلة. واحد بيقول احنا في بيت عيلة وبحب بنت عمتي من صغري، وانا بحب بنت عمتي واحنا اطفال، وابويا دايما يقول لي هتتجوز بنت عمتك. طيب، نشأت قدام عيني وبحبها جدا جدا، وهي بتحبني ونذاكر مع بعض ونكبر مع بعض، وعمتي عارفة والعيلة عارفة، وامي هي اللي ما كانتش موافقة. ليه؟ لان ما فيش وفق بينها وبين عمتي. قلت لها عشان تبقى عارفة يا امي، انا مش هتجوز الا بنت عمتي. انا بحب بنت عمتي ومش هتجوز الا بنت عمتي. ام عندها القلب، فاما بتزعل بتموت في ايدنا. فطلع المقدر من بقى بنت خالتي اجت لامي وقالت لها يا خالته لو ما اتجوزتوش والله العظيم هعمل نفس حاجه وهموت نفسي. طبعا امي في صف مين؟ بنت اختها. قالت لي بص اما اقول لك، انت اولى ببنت خالتك، سيبك انت من بنت عمتك. قلت لها لا، انت عارفه انا بحب بنت عمتي ومش هاخد الا هي. هو بيقول انا ولد وحيد وليا اخت، تمام، بس احنا في بيت عيله، بس ابونا بنينا عماره انا ليا سكن فيها و... واختي لها سكن فيها، بس العماره كذا دور، لسه بقى هيملك الشقه والكلام ده. فقلت لامي مش هتجوز الا بنت عمتي. امي تموت في ايدي وتقول لي لو مت مش هسامحك، والله عمري ما هسامحك، قلبي وربي غضبانين عليك. وكانت فعلا هتموت في ايدنا، وراحت العناية المركزة والقلب ضعف والكلام ده. وابويا يقول له والله لو ما اتجوزت بنت عمتك انا ما هقف جنبك في جواز. انا يا جماعه مكون نفسي لان انا مستوايا حلو قوي، وابويا غني جدا، وامي غنيه وارثه ورث كبير من اهل ابوها. وبنت خالتي طبعا، خالتي اللي ورثته امي ورثته خالتي، يعني كلنا الحالة المادية كويسين جدا جدا. انا لايص ما بينهم، لايص ما بين ابويا وبين امي. عايزاني اتجوز بنت خالتي، وابويا مصمم ان انا اتجوز بنت عمتي، بس انا بحب بنت عمتي من صغري. قلت لهم بقول لكم ايه، قعدت كده في وسطهم قلت لهم انا عندي فكرة. في ايه؟ قلت لهم هتجوزهم هما الاتنين، لو هما موافقين انا هتجوزهم هما الاتنين، وهعمل فرحي يومها والاتنين هيبقوا معايا، ان ما كانش هتجوز بنت عمتي. فخالتي وصلت لها الكلام ده، فالبنت وافقت وقالت موافقة، مش هسيبه يتجوزها وهي تاخده مني. وبنت عمي، بنت عمتي، زعلت وقالت لأ، انت بتحبني انا ومن صغرك وانت بتحبني انا. قلت لها هو ده الحل؟ امال امي تموت؟ امي انت عارفه ان عندها القلب، وراحت المستشفى ودخلت العنايه المركزه، وكانت في خطر علشان رفضت ان انا اتجوز بنت اختها. لو انت بتعزيني وافقي، وده جواز وخلاص والكلام ده. وابويا وضب لي شقه بنت اخته اللي هي بنت عمتي. وامي زي ما قلت لكم انا ابن الوحيد، امي وخالتي جابوا لنا فرش له العجب اللي في الدنيا. ويوم فرحي إيه، عريس ومتجوز عروستين، بنت خالته وبنت عمته. وطبعا حرب ما بيننا، بس يوم الفرح روحت مع بنت عمتي مع حب عمري. ودلوقتي انا يوم هنا ويوم هنا، وبس انا عايش في حرب. حرب يا جماعة، لو قعدت هنا شوية الدنيا فوق تبوظ، ولو قعدت فوق تحت الدنيا تولع. بس فعلا صدق المثل، الفقي لما يسعد يجيله سهرتين في ليلة واحدة.
قلت ابعت مشكلتي، انا كده اتصرفت غلط ولا صح؟ كل ده والله علشان خاطر امي، خفت لحسن تروح مني، وفي نفس الوقت انا بحب بنت عمتي وخدت حب عمري. اسمعوا المشكلة ويا ريت تفيدوني. ألف مبروك، والله أنا فرحت لك من قلبي. ألف ألف مبروك، باركوله يا جماعة، باركوله. عريس وعروستين، أمك ده عيالك. إيه، لا أنت ما اتصرفتش غلط، والله أنت صح، والله أنت، أنا مبسوطة منك أوي. عريس عاجبنا أوي والله يا جماعة. بنت خالته وبنت عمته، يا هنا. يا هنيالك، يا هنيالك. إيه والله اقول لك ايه، والله حلو والله يا جماعه، فكره حلوه قوي. يلا يا جماعه البنات بقى اللي عايزه، اللي في العائلات كده، اللي بتحب ابن خالها واللي بتحب ابن عمتها والكلام ده، يلا عشان ما حدش يقول احنا مش بنتجوز والدنيا واقفه. يلا العريس ياخد، لو عاوز يتجوز من العيله، ياخد بنت خالته وبنت عمته عشان يرضي هنا ويرضي هنا. هقول لكم ايه، انتظروا. انتظروا الصفا في مشاكل اخرى، واقول لكم اشوفكم على خير، سلام.